صباح الخير إن كان صباحا، ومساء الخير إن كان مساء. تحياتي لكم جميعا أينما كنتم، ونتمنى أن تكونوا جميعا بألف خير. بعد الصلاة والسلام على رسول الله نبدأ الآن. معانا عملة لفؤاد الأول ملك مصر، 10 مليمات، 1354 هجرية، 1935 ميلادية، المملكة المصرية، 10 مليمات. طبعا دي معمولة من سبيكة من النحاس والبرونز زي ما احنا شايفين اهو. طبعا العملة دي سعرها بتراوح من 25 جنيه ل60 جنيه حسب الحالة بتاعتها. وفي طبعا هي مثلا ممكن تكون في حالة من حاجات ممسوحة قوي اللي هي شعبية قوي، دي بتكون سعرها أقل، تعملها مثلا 15 جنيه لو ممسوحة، والكلام يعني تكاد تكون ممسوحة. الحالة اللي معايا دي زي ما احنا شايفينها اهي، دي في حدود 45 جنيه، لأنها حالة يعني معقولة شوية. أنا اشتريها ب45 جنيه بس من فترة. أنا مشتريها ب45 جنيه من كذا شهر يعني. فهي بتعملها من 25 جنيه ل60 جنيه، ما بتزيدش عن كده. وده سعرها. احنا هدفنا طبعا ان احنا نقول سعر الحاجة علشان ونأكد طبعا ان العملة حالة. العملة حالة يا جماعة، يعني ما تشتريش حاجة انها مجرد قديمة وحالتها مش حلوة. اسأل اكتر من واحد، وتمن اكتر من حد، وشوف وابعت لنا على الحاجة اللي انت عايزها، واحنا على التعليقات، ووصف لنا حالتها واحنا هنحاول نساعدك. هدفنا ان محدش يدفع فلوس في شيء لا قيمة له وتضيع فلوسه. حافظ على فلوسك وادفع فلوسك في الحاجة اللي ليها قيمة، وما تشتريش حاجة ملهاش قيمة، وما تشتريش حاجة حالتها وحشة، لان الحاجات دي متوفرة في السوق بكثرة. فلازم تشتري حالة كويسة علشان تعرف تحتفظ بيها، ويبقى ليها قيمة. لو قعدت حبيت تبيعها تلاقي قيمتك موجودة فيها وفلوسك ما تروحش. دي أهم الحاجات اللي احنا بنقولها. انت طبعا دي هواية، لكن في نفس الوقت تبقى قيمتها موجودة فيها، مش متضيعش عليك. أتمنى إن حضراتكم تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، تشتركوا في القناة واشتراككم لينا ده دايما الدعم لينا هو المكسب الأهم. ونرجو من حضراتكم إن انتوا تدعمونا، وإلى اللقاء في حلقات قادمة بإذن الله.